اهلا بيكم، جايكم فيديو جديد، وصفة جديدة. محتارة مش عارفة تعملي اكل ايه. زهقتي من كتر الاكل ومش عايزة تاكلي لحمة ولا فراخ ولا اي حاجة. هقولك تعملي اكلة حلوة ومشبعة، وكمان مش مكلفة كتير. هنجيب حلة وننزل فيها نجيب بصلاية ونضرب معاها قرن فلفل في الكبة. يعني بصلايه وقرن فلفل في الكبه، انزل بيهم في الحله، وبعد كده انزل بالزيت. ليه؟ لان الحله بتاعتي سخنت، لو نزلت بالزيت هيتحرق. فيفضل ان انت تحطي البصل الاول. هبدا بقى اقلب فيه كده لحد لما يدبل، وبعد كده نحط عليه معلقه من الثوم. هي ما تسجلتش، لا، دي معلقه نيه. بحطها يعني في الطماطم بس. يعني توم ني احطه في الطماطم، وهحط كمان توم مع البصل والفلفل. خلاص دي ما تسجلتش، بس انتي ما تنسيش بقى تحطي توم مع البصل والفلفل. وممكن تضربي التوم الني دوت والفلفل في الطماطم. خلاص هننزل بقى بنص معلقة كبيرة من السكر مكعب من المرقة، وكمان معلقة صغيرة من الكزبرة. الكزبرة حلوة جدا في الطماطم بتاعة المكرونة. معلقة صغيرة من الكمون. هنا معايا حلة من فيها مية بتغلي، احط فيها معلقتين كبار من الملح. ما تحطيش زيت. هنسلق المكرونة. جربوا المكرونة دي، شكلها جديد، حلوة جدا. وكمان بتشرب الصلصة، يعني بتبقى كده. في مكرونات بتحسي ان مش قادرة، يعني مش عارفة تتماسك مع الصلصة. المكرونة دي حلوة جدا. جربيها، طعمها حلو، كمان مش بتتهري في السليق. وانت اصلا يعني ما تطوليش عليها في السليق. خلاص غطينا بقى الصلصة بتاعتنا علشان البوتاجاز ما يتبهدلش والدنيا كلها تتبهدل. يعني سيبيها في الاول كده تغلي، واول ما تبدأ بقى خلاص داخلة في السوا غطيها وارب الغطا بتاعك. معايا هنا اللبانة هسلق فيها البيض. اللبانة ديت انا بسلق فيها بيض بس، مش بعمل فيها لبن ولا حاجة. نحط مية ونمسك البيض نغسله. ونحط نص معلقة ملح كبيرة، ومعلقة من الخل المركز، معلقة صغيرة كده. علشان زي ما انتوا شايفين اللبانة لونها ألمونيا، فما تسودش من كتر الغلية. فالخل مش هيخليها تسود. هنا بقى بعد ما المكرونة بتاعتي استوت، لزقت في الحلة علشان صاج. فطفيت عليها وسبتها حوالي دقيقة كده. بحمر بطاطس طبعا زي ما انتوا شايفين كده. الصلصة بعد ما اتسبكت وبدأ الزيت ينطر على الوش كده، المكرونة هي شكلها حلوة قوي على فكرة ومشبعة. وكمان متماسكة مع الصلصة، بتشرب من الصلصة وبتخلي ليها طعم. نقلبها بقى كده. على فكرة القوطة هي حمرا، بس الكاميرا هي اللي مفتحة اللون مبهتاه كده. نص كيلو مكرونة عليه نص كيلو من الطماطم، ما كتريش اكتر من كده. نعمل بقى طبق سلطة حلو كده. قوطة متقطعة كبير، وخيار متقطع كبير، وفلفل وبصل متقطع كبير. مش هنحط اكتر من الملح وبابريكا علشان تخلي السلطة بتاعتي لونها احمر. ما تنسيش تحطي ليمونة ومعلقة خل. والمية ديت اللي انا بحطها مية ساقعة من التلاجة، لازم مية ساقعة للسلطة. جربي كده السلطة ديت تعجبك قوي. انا ناس كتيرة، انا مش عاملة افتكاسة فيها. بس حلوة حلوة، وكل اللي بياكلها من ايدي بيسألني هي حلوة كده ليه. اقول لكم ليه؟ علشان مزة. مش بكتر توابل، هو ملح بس والبابريكا. عايزة تحبيها حراقة حطي شطة او حطي فلفل حار. بس كده، جربيها بقى هتعجبك. وقطعي تقطيع الخضار كبير. بص بقى الاكل اهو بعد ما غرفته، اكله حلوه قوي. وما تنسوش بقى تشتركوا في القناه، ومع السلامه.